مساء العسل والفل والياسمين، وحشتوني. اللهم صل على سيدنا محمد. موسم الملوخيه طبعا بقى، فاحنا قلنا ايه هنيجي نخزن ملوخيه. بصي الملوخيه عامله ازاي، بصي يا اما ايه، بصي الملوخيه جميله. طبعا جينا نخزنها بقى، تبقى ست بيت شاطره كده، اي حد في جالك بسرعه كيس ملوخيه، حبه رز، تبقى شاطره كده. وبعدين حاجه المضمونه مضمونه برضو يعني. بصي من الارض على طول كده عامله ازاي، بصي جميله موردنه كده وجميله عامله ازاي، بصي منها جميله والله العظيم. والحاجه ما تكون طازه بتبقى حلوه. طبعا بقى هنعملها ونسلقها ونخزنها بطريقتنا الحلوه بقى، وطريقتكم برضو الحلوه اللي انتوا بتعملوها. مش بقول لك كل شيخ له طريقه كل شيخ له طريقه، بس هي حلوه. اهم حاجه تكون حاجه مضمونه وحاجه احنا عارفينها وطازه. وجينا خدناها من الارض بقى على طول اهيت، وهناخد لنا بقى حبه حلوين ونعملهم ونحطها في الفريزر. بس انا جيت اوريكم بس ان احنا بنجيبها من الارض على طول، والله اكتر حاجتنا بنجيبها من الارض على طول، بما اننا في ناس جنبنا كتير في الاراضي وفلاحين، فبنجيب منهم ومن عندنا ومن يعني بص من حبايبنا. الحاجات لما بتبقى طازه كده وجميله بتبقى حلوه، والجو حلو اصلا. و مين اللي عايش شويه مين اللي عايش شويه. لا حلوه والله العظيم جميله. بصوا المنظر اصلا حلو يفتح النفس كده. ده انا بس هقعد دلوقتي بقى واربع واجيب لكم بقى، نجيب بقى حبه قد كده اهو بقى، نخزن بقى كميه حلوه وتنفعنا طول الشتاء بقى ان شاء الله. وبالف هنا وشفا للي ياكل. اتفضلوا معانا. مين اللي عايز ملوخيه، مين اللي عايز الملوخيه الحلوه دي عامله ازاي جميله والله العظيم. بس الملوخيه تفتح النفس، تتاكل بس كده وهي في الارض. لا والله العظيم الجو حلو، الجو حلو. بألف هنا وشفا للي ياكل، والكل متابعينا، واللي بيعجبه فيديوهاتنا يكتب لي تعليق حلو كده ويشترك معايا في القناه، ما اشتركش يشترك، وتعليق حلو كده. والف سلامه.